طبعا كلنا عارفين ان اجمل المناطق في مصر، وبالاخص بقى لو عايز تغطس فانسب مكان بالنسبه لك هو البحر الاحمر، وبالاخص مدينه دهب. لكن الحاجة اللي ما تعرفهاش ان في هناك منطقة جوه البحر الاحمر في دهب من اخطر الاماكن في العالم كله، واللي غرق فيها حوالي 200 شخص. ولو مهتم تسمع القصة دي انزل بقى دوس لايك واشترك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول ما تنزل. ويلا بينا نبدأ الفيديو. لو جه في بال اي شخص في اي حته في العالم انه عايز مكان او بحر يغطس فيه، فاول مكان بيفكر فيه هو البحر الاحمر. والسبب في ده هو جمال البحر الاحمر بسبب احتوائه على الشعب المرجانيه والاسماك المبهجه والجذابه. ومش ده السبب الوحيد، فالبحر الاحمر بيتميز عن باقي البحار بان درجات الحراره فيه دافيه طول فترات السنه، والرياح فيه مضمونه ومش متقلبه. فعلشان كده هتلاقي ان الغوص في اعماق البحر امن جدا، وخصوصا بقى لو كنت انت بتحب الغوص ومحترف فيه، فانسب مكان تروحه هو البحر الاحمر، وبالاخص مدينه دهب، واللي اتشهرت وقال عليها كتير من الناس ووصفوها بمدينه السحر والجمال. وبالرغم من جمال البحر الاحمر في دهب، لو انت رحت خصوصا علشان الغطس هتلاقي نصب تذكاري على احد الشواطئ هناك فيها لافتات كتيره مكتوب فيها اسماء الناس اللي غرقوا في مدينه دهب في ظروف غامضه. والمكان اللي بيغرقوا فيه ده مكان معروف هناك اسمه الثقب الازرق، واللي اشتهر في العالم كله انه بيلتهم الغواصين حتى لو كانوا محترفين. ولو جيت بحثت في اليوتيوب وكتبت الجمله دي هتلاقي اول فيديو ظهر لك، ولو جيت فتحت الفيديو ممكن ما يرضاش يفتح معاك، وهيظهر لك رساله تحذيريه بتعرفك ان الفيديو ده غير ملائم لبعض الناس. لكن بقى لو اصريت تفتحه فاضغط هنا وهتشوف الفيديو، وممكن كمان الفيديو يفتح معاك عادي خالص من غير الرساله التحذيريه دي. المهم الغريب بقى في الفيديو انه ما فيهوش اي حاجه تستاهل الرساله التحذيريه اللي بتظهر دي، وزي ما قلت لك انه ممكن يفتح معاك على طول من غير رسائل تحذيريه اصلا. ولو فتحت الفيديو هتلاقي مدته تقريبا 7 دقائق، ظاهر فيه غواص بينزل بالتدريج لاعماق البحر. الغريب بقى في الفيديو ان حركه الغواص هتلاقيها حركه غير متزنه، ومش حركه غواص نازل يصور رحلته في اعماق البحار خالص. ولو فضلت مكمل الفيديو للنهايه هتلاقي ان الكاميرا اللي كانت معاه استقرت في قاع البحر ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل. وفي سنه 2000 كان في شخص اسمه يوري ليبسكي كان متحمس جدا للغوص في مدينه دهب، فبدا يروح للكابتن طارق عمر اللي يعتبر من اشهر الغواصين في العالم، وساله عن بعض التفاصيل للغوص في اعماق الثقب الازرق وتصويره من الداخل. فكان رد الكابتن طارق عمر واضح وصريح، وقال له ان دي حاجه غير مسموح بيها الا لو انت كنت متدرب مخصوص للحاجه دي لمده اسبوعين على الاقل ومعاك شهاده للموضوع ده، ساعتها تقدر تنزل. لكن الشاب ده تجاهل كلام كابتن طارق وقرر انه ينزل ويصور الثقب الازرق ده من الداخل، واللي كان عمقه 130 متر. واول ما نزل ما كانش لسه حصل له اي حاجه، واول ما عدى عمق ال 80 متر بدا يحس ان جسمه بدا يسيب وما بقاش قادر يتحكم في اعصابه ولا حتى عارف يرجع تاني ويطلع فوق. وفات الاوان وبدا ينزل واحده واحده لقاع البحر لحد ما الاكسجين خلص منه ومات. عزيزي المشاهد، اكيد جه في بالك دلوقتي نفس اللي جه في بالي، ازاي الناس عرفت اصلا ان الغواص ده حس بايه وحصل له ارتخاء في الاعصاب والكلام ده. من هنا بقى بدا العلماء يكتشفوا الموضوع ده بمساعده الغواصين، وبداوا يدوروا هو الثقب الازرق ده بيتكون من ايه، ولحد دلوقتي معرفوش حاجه. بمجرد وصولك بقى لمدينة دهب وقررت تغطس، فهتلاقي هناك أكاديميات ومجموعة متخصصة هي اللي بتعلمك إزاي تغطس لأعماق كبيرة وأقل من 40 متر. وكمان لما توصل للمكان اللي هتغطس فيه هيكون موجود هناك عربيات إسعاف مجهزة بفريق إنقاذ واقف على الشط، ومفيش أي حاجة تستدعي للقلق. فالغوص هناك حتى في الثقب الأزرق نفسه مفيهوش أي خطورة طول ما أنت بتتبع التعليمات والإرشادات من المتخصصين. وهيكون معاك كمان غواص محترف ومسموح ليه إنه يغطس لأكتر من 40 متر لانه متخصص في الحاجه دي. وعلى الرغم من وجود غواص معاك لازم يكون برضو معاك شهاده تثبت ان انت قادر تغوص في الثقب الازرق، وقبل ما تنزل بتكون مسلمها على الشاطئ. وبعد كده يا معلم تنزل وتستمتع باحلى يوم في حياتك وتشوف كل حاجه في اعماق البحر حرفيا. وده لان زي ما قلنا ان البحر الاحمر فيه شفافيه عاليه جدا وبتخليك تشوف القاع بكل سهوله. فهتلاقي تحت بقى الشعب المرجانيه واسماك الزينه والسمكه اللي كلنا بنحبها وكنا بنسمعها في الكرتون واحنا صغيرين، السمكه نيمو، هتلاقيها بتعوم جنبك كده وحاجه ولا في الخيال. ولو جيت بقى غصت شويه كده في الثقب الازرق فهتلاقي بقعه عرضها 6 متر تقريبا. لو دخلت جواها هتلاقي فتحه تانية جواها نفق اسمه القوس، ده بيخرجك على البحر. الفتحتين دول بقى هم اهم حاجتين في الثقب الازرق ده. لما تخرج بقى من البحر هتلاقي السفينه البريطانيه اللي كانت شايله معدات حربيه اثناء الحرب العالميه الثانيه، وهتلاقي كمان متحف من المنحوتات هتشوف من خلاله دوره حياه الشعب المرجانيه ومجموعه من الكهوف جوه الاعماق
الاعماق. والسبب في وجود الكهوف دي جوه الاعماق هو لان اصلا الثقب الازرق ده كان كهف في يوم من الايام، واتسمى بالاسم ده علشان لو بصيت عليه من فوق هتلاقيه عباره عن دايره غامقه في وسط البحر. زائد كمان ان الثقب الازرق اللي موجود في مصر ده مش الثقب الوحيد من نوعه، ففي ثقوب تانية موجوده في اماكن مختلفه حول العالم. والثقوب دي زمان قبل ما تكون موجوده كانت عباره عن جليد، والجليد ده اتشكل لما كانت مستويات الميه على الارض اقل من اللي موجوده دلوقتي بحوالي 100 متر. فمع بقى ذوبان الجليد بدات الكهوف اللي موجوده على الارض تغرق لحد ما وصلت لاعماق البحار. وتعالى بقى اقول لك ليه الثقب الازرق ده يعتبر من اخطر الاماكن في العالم، لدرجه انه غرق فيه اكتر من 200 غواص بين محترف وهاوي، على الرغم من ان احنا قلنا ان ممكن تنزل فيه عادي من غير اي مشاكل. في السنوات الأخيرة تم اعتبار الثقب الأزرق في مدينة دهب المصرية واحد من أكثر الأماكن شعبية في العالم للغوص، واللي أطلق عليه مقبرة الغواصين، وده بسبب كثرة الوفيات اللي كانت بتحصل هناك. وكانت الوفيات دي مش بتحصل بسبب كوارث طبيعية أو غير متوقعة للبحر، بالعكس ده كانت بتحصل بسبب المبالغة للغواصين في تقديم مهارتهم وعدم احترامهم للبحر. وزي ما قلنا في بداية الفيديو إن قصة الشاب يوري ليبسكي ما سمعش كلام المتخصص لما قال له مش هينفع تنزل قبل ما تتدرب الأول تدريب مكثف. والتدريب بقى عزيزي المشاهد ده بيبقى عبارة عن انهم بيعلموا الغواص ازاي يتنفس تحت المية، وازاي يتعامل مع انابيب الاكسجين اللي بتكون معاه، وازاي يتعامل مع الضغط العالي بتاع المية في اعماق البحر. ومن ضمن الاسباب اللي بتؤدي للموت جوه الثقب الازرق هو احتواء انابيب الاكسجين على غاز الاكسجين والنيتروجين، وفي بعض الاحيان بيبقى معاهم غاز الهيليوم. فلما تكون الغازات دي كلها تحت ضغط عالي بتسبب حالة تسمم. فلو انت كنت مبتدئ ونزلت وحسيت بضغط المية فهتلاقي نفسك على طول حسيت بصداع ودوخة وتغيير في الوعي ووظائف جسمك العصبية والعضلية. فكل ده بيحصل لما ما تسمعش كلام المتخصصين في المجال وتنزل وتغوص بسرعة. وبس كده انتهت حلقة النهاردة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. انزل بقى اضغط لايك واكتب لنا رأيك في كومنت، ولو لسه ما اشتركتش ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان اول ما ننزل فيديو يجيلك اشعار تخش تسمعه على طول. وشكرا للمشاهدة عزيزي المستمع، السلام عليكم.